بغيت نطلق مرات الراجل باش انا نتزوج بها، حيت الصراحه وليت كنغير من راجلها. هادشي اللي غنعاود لكم اخويا في هاد القصه. شويه غادي اجيكم غريب، ولكن هادي راه قصه واقعيه. انا اخويا كنت خدام في الموقف، كما كتعرف داكشي ديال الفلاحه. كنت خدام تقريبا شي 3 سنين وانا خدام تما. واحد المره وهي تجي واحد البنت دير التام. الناس اللي كتمشي للموقف وكدير داكشي ديال الفلاحه راه عارفين شنو هو التام، كيبانوا غير العينين. انا شفتها من عينيها، منها من خلاق، عجباتني بزاف. وليت كنفكر كيفاش نتقرب منها، كيفاش نعرفها، كيفاش. هي ديما كانت كتكون مع واحد البنت. قلت اش غندير؟ غندوي مع البنت هي اللي غادا تعطيني معلومات عليها، وهي اللي غادا تقدر تفيدني بشي حاجه. هذاك الشيء اللي درت. مشيت دويت معاها، قالت لي باللي راه هذيك البنت مزوجه وعندها ولادها، ولكن راه واخا هكاك راجلها راه ما كيعاملهاش مزيان، ديما معدي عليها ومعيشه في العذاب. نهار الزوين ما كتشوفوش، والدليل انها خارجه كتخدم في الموقف في السن ديال 28 عام. صافي هي هذيك، انا ديك الهضره عجباتني الصراحه وفرحاتني. صافي مع شافوني انا واحد الدري اللي ضحوكي، ديما كنضحك مع كل شيء. واحد النهار وهي تعيط ليا بالكنيه ديالي وبدات كدوي معايا. صافي ولينا كندويو، تبادلنا النوامر، ولينا كندويو يوميا تقريبا. وانا اكسبري كنت كنخليها تبقى تدوي معايا بالليل باش نعرف ونتاكد انها راجلها ما غاديش يقرب ليها. ديما كنت كندوي معاها، كانت كتعاملني معامله زوينه. الصراحه بديت كنتعلق بها بزاف. صافي مع المده زادت طورت العلاقه بيناتنا، وليت كنفكر كيفاش نطلقها من راجلها. واحد الايام حتى غبرات عليا، ما بقاتش كتجاوبني، بلوكاتني، ما فهمت والو. وليت كنقلب عليها بحال شي حمق، حتى الخدمه ما بقاتش كتجي ليها. بقيت كنفكر اش غندير، وانا نعطي نمرتها للاخت ديالي، قلت لها تعيط ليها ودوي معاها وتقول لها راه فلان بغى يدوي معاك. هادشي اللي كان. عيطت لها الاخت ديالي قالت لها راه فلان بغى يدوي معاك. صافي داكشي اللي دارت، دوات معايا، قالت لي باللي راه اختها عرفتها كدوي معايا وكتهددها بانها غتقولها لراجلها. رجعنا كندويو، نهار على نهار كنزيد تاني نتعلق بها اكثر. وواحد الايامات الاخت ديالها ولات كتصوني ليا بزاف وكتهددني، كتقول لي بعد منها ولا غنديكلاري بك للبوليس ولا. المهم عارفين نتوما دوك التهديدات. انا ديك الهضره كتدخل من ودن وكتخرج من ودن، ما كنتسوقش لها. وفي نفس الوقت كنفكر كيفاش نتزوج بها وكيفاش نطلقها من راجلها. وليت كل نهار كنخيب صورته في عينيها. بديت كنفكر شنو خصني ندير. قلت لها فلانه عرفتي اش غنديرو؟ غادي نهربوا، هذا هو الحل الوحيد باش نعيشوا بجوج. قالت لي يا صافي انا معك في هذه الفكره. درت معاها النهار اللي غادي نهربوا فيه. قالت لي قول لي الوقت، قلت لها غنمشيو مع 7 ديال الصباح غادي نهربوا. قالت لي يا لا غنخليو حتى 8 باش نخرج ولدي للمدرسه ومن ثم نمشيو. داكشي اللي كان. الغد ليه وصلت 8 قبل بعدا يا ربي مشيت عندها للدرب، حيت انا كنت كريت قريب ليها. مشيت للدرب، بقيت كنتسناها، لاحت ليا الحوايج ديالها، هزيتهم ومشيت في بيكالا ومشيت. هي الغد ليه مع 8 كنت ديجا كريت الطوموبيل ومشيت كنتسناها حدا المدرسه اللي كيقرا فيها ولدها. صافي ركبنا
مشينا لمدينه اخرى، كنت ديجا داير مع واحد السمسار اللي غيكري لي الدار تما. مشيت ريحت مع السمسار، عطيته 36,000 ريال باش يكري ليا. قال لي انا جاي دابا، نمشي نجيب شي اوراق. مشى ما جاش، نصب عليا، يعني نصب عليا في ديك 36,000 ريال، وانا ديك 36,000 ريال هي اللي عندي. ما عرفت شنو غندير، تخربقت في ديك اللحظه. الحل الوحيد اللي غادي ندير هو غادي نمشي عند الوالد. الوالد ساكن في المدينه وعنده دار في العروبيه. مشيت صونيت ليه، قلت له الوالد راه عندي شي غلط في الدار، خلي لي السوارت. قال لي صافي، انا غنخلي لك السوارت عند فلان، تجي تلقاهم وخذهم. هذا النهار الثاني من بعد ما مشينا لديك المدينه. النهار الاول كنا بدنا غير في الخلا. صافي مشينا، الوالد كان عارف، كانت واصله الاخبار ان واحد المراه هاربه معايا مزوجه وبولادها. مشيت، خلى لي تا ريحت ويجي عندي، بقى ما خلى غير اللي نسى فيا، بقى كيسب في المراه، بدا كيعاير فيها، ما خلى فيها ما خلى ما قال فيها. صافي هزيتها ومشينا. بديت كنفكر تاني عند من نمشي. عيطت لخالتي، قلت لها خالتي ها اللي كاين وها اللي كاين. قالت لي جي عندي يا ولدي. مشيت عندها، رحبات بينا مسكينه، ما داش بزاف الوقت عيط لها با. قال لها واش فلان عندك في الدار؟ قالت له لا راه ما عنديش. قال لها شوفي ولدي راه عارفو انا عندك في الدار، راه الا ما خرجتيش وجريتي عليه راه غنعيط لك للجندار. هو كان قالها له المقدم، كان شافني وقال له راه جاب واحد البنت وجاو لدار دار خالته. صافي انا سمعت الجندار، هزيتها ومشينا، حيت عارف الوالد يديرها. صافي عيط لي الوالد، دازت واحد المده، عيط لي الوالد واحد المده ديال 6 سوايع ولا 4 سوايع تقريبا. عيط لي الوالد بحال تنادم مع الحال، قال لي غير جي ولدي، راه انا قابل بديك البنت وغير جي، ما يكون غير الخير. قلت له لا الوالد انا صافي راه مليت ومبقيت عارف اش غندير، غادي نقدم راسي للبوليس. قال لي لا ولدي غير جي وهادي وهادي. صافي البنت قالت لي غير سير انت خليني انا. قلت لها لا، يا نمشيو بجوج يا غنبقاو بجوج. يعني تحديت الاب ديالي وتحديت شحال من حاجه على قبلها. مشينا، فاش مشينا للدار رحب بيا وتبدلت المعامله ديالو ليا. واحد شويه كيصوني التليفون ديال البنت، صونت التليفون، صونت لها اختها، قالت لها فينك؟ قالت لها انا راه عند صاحبتي، جيت عندها راه ما هربت ما والو. قالت لها اوكي دوزي لي صاحبتك ندوي معاها. هي دوزت ليها مرت با كان مزوج، دوزت لها مرت با دوات معاها. قالت لها انا راه صاحبتها وغير جات عندي حيت راجلها ما كيعاملهاش مزيان وراه ملات مسكينه وهزات الحمل بوحدو. المهم بقات كدوي معاها هكا. اختي قالت لي اذا هكا جي للدار غادي نتفاهموا وغادي نديروا حل لهادشي. داكشي اللي كان. الاب ديالي خدا لها كار، شدا الطريق، مشات للمدينه اللي ساكنه فيها اختها، ومشاو دفعوا، مشاو ديكلاراو، مشات ديكلارات براجلها باش دفع الطلاق. فاش دفعوا الطلاق الاخت ديالها بحال عاقت بها، كذبت عليها وقالت لها راه ما كانتش هربانه. عرفتها كانت هربانه معايا وعرفتها باللي كانت مصاحبه معايا. صافي دازت واحد المده، السيده ما بقاتش كدوي معايا، طفات عليا التليفون، ما خلات ما دارت. صافي انا دارت بيا الدنيا، قصدت الوالد قلت له دوي معاها حيت راه ما بقاتش كدوي معايا. داكشي اللي دار، دوى معاها. قالت له قال لها راه فلان بغى يدوي معاك. دويت معاها، قلت لها علاش درتي لي هكا؟
قالت لي بعد مني يا فلان، انا ما صالحاش لك، راه انا باقا ما طلقتش. صافي انا ما نكذبش عليك، جاوني شي افكار خايبين في ديك اللحظه، فكرت في شحال من حاجه خايبه، ولكن المهم ما علينا، ما نتفاداو هادشي، ما ندويش في هادشي. صافي قطعات عليا، ما بقاتش كتجاوب. مشيت للمدينه اللي فين ساكنه كنقلب عليها بحال شي حمق، ما لقيتهاش. كنفكر شنو غندير، تفكرت انها كتمشي للمحكمه وانا عارف الوقت ديال المحكمه ديالها. مشيت للمحكمه كنتسنى فيها، حتى كيصوني لي التليفون من واحد النمره ما كنعرفهاش. جاوبت ويدوي معايا راجلها، قال لي السلام، انا راه راجل فلانه. قال لي ما تخاف ما والو، انا بغيتك غير توقف معايا في واحد القضيه. قال لي بغيتك تشهد انك كنتي مصاحب معاها انك كتخرج معاها. قلت له خويا اسمح لي، ما نقدر ندير حتى شي حاجه من هادي، وديك السيده راه ما غنضرها في حتى شي حاجه. وقطعت عليه، ما بقيتش دويت معاه كاع بالمره. صافي هي هذيك داز واحد شويه الوقت ويتبان ليا هي واختها خارجين من الطاكسي، قصدتها ما دواتش معايا. صافي كانت دخلات، بقيت كنتسنى فيها تتخرج، تمت خارجه هي واختها وانا نقصدها. اختها شافتني عرفتني ويتشنق عليا ويبدا تعاير فيا وتجمعوا الناس. ترونت القضيه، هما يجيو البوليس. جاو البوليس قالت لهم هذا راه وقف عليا بزاز بغا يديني بزاز. المهم رمات عليا الباطل. انا شفت هكا قلت لهم هاد البنت راه كنعرفها. هزوني انا وياها داونا، سولوها هي قالت لهم ما كنعرفوش وغير بغا يديني بزاز ووقف عليا وهادي. صافي انا ملي شفت القضيه حامضه قلت لهم لا راه كنعرفها، وريتهم تصاور معاها، وريتهم كل شيء تتاكدوا اني راه بصح كنعرفها. قالوا لي غتمشيو للحبس بجوج. جاو يشوفوا، جاو يحقوا، عرفوا ان السيده واقفه على الطلاق، وعرفوا انها واقفه على الطلاق مع راجلها. انا دارت لي عرفتي واحد اللحظه بقيت كنفكر، قلت شوف شحال من حاجه درت على ودها، وتحديت والديا وتحديت كل شيء على قبلها باش نكون معاها، وهي في لحظه دارت عليا. وكنت كنفكر في شي حوايج، كنت كنفكر صافي انا ما نبقاش فد، عرفتش كيفاش غنقولها، ولكن حيت ما عرفتش، ندمت على ديك الافكار اللي كانوا كيجيوني. صافي فكرت تعيت وقلت نبعد منها، بعدت منها بحال عمري عرفتها، وكانت هذه القصه ديالي. بغيت اي واحد سمع القصه ديالي ياخذ العبره، ما تثقوا في حتى شي حد، ما تعطيو قيمه لحتى شي حد اكثر من اللي كيستاهل. واي وحده كما دارت لاي واحد غدير لك انت، كيما وقع ليا مع هادي، كما دارت الراجله بغات دير ليا حتى انا. ودابا خوتي راه مازال كنعاني، حيت بصح هاد السيده كنبغيها بزاف، مازال كنفكر فيها، مازال حتى شي ما عرفتش كيفاش غنوصف لكم الاحساس ديالي، ولكن غنعفط على قلبي، غنعفط على مو مزيان. وما كرهتكمش تعطيوني شي نصيحه كاخوكم الصغير ولا خوكم الكبير، ولا ديروني كيف ما بغيتو. وشكرا لاي واحد سمع القصه ديالي، والسلام عليكم. كما سمعتوها كانت هذه هي القصه ديال يوسف احد متابعين الصفحه. كما عاودنا القصه كما عاودناها لكم، كانه هو اللي واقف وكيحكي لكم القصه ديالو. حتى انت ولا انت عندك شي قصه بغيتي تحكيها، دخل عندنا الانستغرام وفيسبوك، عاود لنا القصه ديالك، حنا غنعاودوها بالطريقه ديالنا، كانك انت اللي واقف وكتحكي القصه ديالك نيشان. ما تنساش تخلي واحد كومونتير تعبر فيه على الراي ديالك على هذه القصه، وما تنساش تخلي واحد جيم وكومونتير وابوني باش يوصلك الجديد. والسلام عليكم.